غدا بمشيئة الله تعالى ستقام أول مباريات كأس الأمم الإفريقية المقيمة في الكوت ديفوار، والتحكيم المصري سيشهد على أول مباراة في الكوت ديفوار. طبعا دي جاية بقرار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم هيضم أمين عمر كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد تاني، ومحمد معروف حكم رابع. وجاي حكام الفار المساعد يعني الأول محمود عاشور حكم فيديو، ويساعده محمود البنا حكم فيديو ثاني كمساعد. المنتخب الكوت ديفوار صاحب الأرض طبعا هيلاعب غينيا بيساو على ملعب امبابي، يا رب يكون قلتها صح، الحسن وطارة الأولمبي في أبيجان في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. البطولة اللي فيها مصر بإذن الله توصل للمراحل المتقدمة، ونوصل بإذن الله النهائي، ونرجع بإذن الله بالكاس بالتوفيق إن شاء الله للحكام المصريين جميعا. بكرة طاقم تحكيمي كامل مصري بإذن الله، بالتوفيق بكرة إن شاء الله للطاقم التحكيمي والمنتخبنا الوطني بإذن الله في أفريقيا المقيمة في الكوت ديفوار بإذن الله.